السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي في الله. يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال، اللهم أمين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا جميعا بصحة وسعادة وراحة بال. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض روتين في الشقة بتاعتنا، روتين عميق زي ما انتم متعودين معانا. احنا خرجنا من الشقة بتاعتنا وسبناها يومين، لازم نرجع ننضفها. شايفة سايباها مقفول بس هترجعي تنضفيها، سبحان الله. يعني انا يعني الواحد يسيب الشقه نظيفه يرجع تلاقيها نظيفه. في مصر العكس، انت تسيبها نظيفه تترجعي تلاقيها متبهدله من التراب. ومع ذلك اللي انا قبل ما امشي الاجازه دي عارفين، كل مره امشي وارجع تلاقيها متبهدله اقول لا اكيد انا نسيت حاجه مفتوحه، لا انا لازم اقفل الحاجه دي كويس جدا. ومع ذلك رجعت لقيتها زي ما بسيبها كل مره. لا استحاله اسيبها نظيفه ابدا، ده يحصل. فان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض روتين في الشقه عميق بقى وتنظيف، وهعمل لكم جوله كمان في الشقه بتاعتي. فاتمنى ان شاء الله الفيديو بتاعي ينال اعجابكم. وهاخدكم كمان بقى عند اختي عزمانه النهارده، وهتعمل لنا المحمر والمشمر والحاجات الحلوه بتاعتنا اللي انتوا عارفينها بقى. الناس اللي بتسالني يعني ايه المحمر والمشمر هتشوفوه بقى في الفيديو ده، المحمر والمشمر والحاجات دي. فاتمنى تفضلي كده معايا لاخر الفيديو. ويا جميله كده ربنا يبارك لك، وما تنسيش تدعميني بلايك فضلا وليس امرا، ما تبخلش عليا باللايك بتاعك. ولو انت لسه جديده وبتشوفي قناتي طبعا هتشرفيني وتسعديني وتبسطيني وتكبري بخاطري لما تضغطي على زر الفيديو، الزر اللي تحت الفيديو كده، اضغطي اشتراك وفعلي كلمه الكل عشان يوصلك منا كل جديد بنقدمه. زي ما انتم شايفين كده جبت المقشه بتاعتي بقى ونزلت على الشقه، على ما اني من ساعه ما رجعت من السفر من المصيف ودخلت وفتحت الباب، انا بقى اقول ايه ده؟ ايه التراب ده؟ ايه اللي ده؟ انا مقفله حتى يعني كنت مقفله كل حاجه، حتى لا مؤاخذه يعني بلعات الشقه كنت مقفلاها. ومع ذلك معرفش التراب ده جاي منين. فنضفت الاوضه بتاعت النوم الاساسيه، نضفتها بالليل انا بصراحه لان كان كلها تراب. ونضفت البلكونه بتاعتها، ونضفت بلكونه الصاله، كان كلهم تراب. بقى اسبوع كتير كان كلهم متبهدلين. والميه اجت بالليل، كنا مشغلين الموتور والميه اجت فما نمتش بصراحه. جيت من السفر على ما اني كنت تعبانه جدا، نظفت كده الغرفه بتاعتي ونظفت برضو اوضه الولاد ونظفت الشقه شويه من التراب. ولكن كملت بقى معاكم كده الصبح، كنستها كويس جدا. شايفين طلع تراب قد ايه؟ على ما ان بجد انا عملت شويه بالليل تنظيف كمان من التراب. وكملت كده الصبح كنستها. انا طبعا ما عملتش البلكونه لان انا عامله البلكونه من بالليل، من هباها من التراب وكنساها ومسحاها وظبطتها من بالليل كمان. لان الصبح الشمس بتطلع، اول ما بتطلع عندي في البلكونه دي فبيكون الجو حر، فانا عملتها اول حاجه بالليل. وبعد كده كنست وجبت بقى ميه كده بمعطر وبدات امسح الارضيات. طبعا انتوا عارفين معايا ان انا كانت الفرشه الشقه بتاعتي انا ما عملتش جوله فيها ولا صورتها، كان كلها سجاد. كانوا اخواتي ما شاء الله عليهم مطلعين لي سجاد الشقه وفرشين كل الشقه سجاد. فمع الحر والجو حر بصراحه حسيت ان انا مخنوقه من السجاد وكان متعب مع المكنسه. فشلت السجاد وبقيت اكنس كده بالمقشه الخفيفه دي وامسح، فكنت تحس كده برطوبه في الجو مع المروحه مع الشبابيك مع المعطر مع كده تحس بانتعاش. فهنا ده بقى الشقه بتاعتي عباره عن ايه. انا كده واقفه عند باب الشقه يا بنات. الشقه ده ريسبشن زي ما انتم شايفين. كنت حاطه فيه الاول، وطبعا دي الستاير بتاعت فرح وكل حاجه. اللي انا غيرته هنا شلت المروحه، شلت النجفه وحطيت مروحه، وغيرت القماش بتاع الانتريه بس. ده الريسبشن بتاعي فيه الانتريه بالتلفزيون هناك كده عند باب الشقه. ووراه كان هنا الصالون بالترابيزه بتاعته. فالصالون بتاعي القماش بتاعه عشان اللي هو زي الستان كده تحس انه متبهدل شويه. انا طلعت الكنبه بره بتاعه الصالون وحطيت هنا السفره علشان كنا بنفطر وبنتعشى في الشقه، فالجو بيكون حر لان المكان بتاعها كده تحس ان هو مزنوق جوه في الصاله الصغيره. ده شكل الانتريه بتاعي. طبعا دي مش السجاده بتاعته يا بنات، السجاده دي بتاعت اوضه النوم بتاعت الاطفال لما كانوا بس سريرين. انا عندي واحده خضراء ماشيه مع الصالون ولكن كان مع الانتريه، ولكن اخواتي كانوا شايلينها غاسلينها. فانا سبتها مغسوله بصراحه، قلت دي استعملتها خلاص انا مش هحط النظيفه. سبت ده حلوه وجميله برضو، حسيت ان هي ماشيه مع الانتريه بتاعي. فبقول لكم ان السفره كانت هنا مع النيش ومع الدرسوار. فانا لما قلت لاخواتي يعني طلعوها ليا بره، لان هنا بتكون كمان المكان ضيق جدا في الحركه، انك تمشي من الاوضه بتاعه الولاد للمطبخ للحمام طرقه الحمام. فبتكون المكان صغير، وعشان تقعدي مثلا هتاكلوا عليها هيكون الجو مكتوم شويه. فقلت لا مطلعها في الريسبشن بره مع الهوا مع المروحه مع باب الشقه وباب البلكونه، الجو بيكون طري هناك، بيكون رطب كده شويه عن المكان هنا. هنا المكان تحس كده ان هو ضيق. وده النيش هنا والدرسوار. فانا كنت بفكر ان انا اطلع الدرسوار بره مع السفرة ان شاء الله لما استغنى عن الصالون خالص،
واحط هنا السرير لابني الكبير في المكان ده، ولان هنا في ستاره، في ستاره هنا على المكان يعني. لسه دي افكار كده بتيجي على يعني على دماغي، لسه ما قررتش ان انا هعمل ايه. بس وده النش بتاعي. تعالوا بقى اوريكم الحاجات اللي عندي واللي جات لي في الفرح بتاعي. ده كل ممتلكاتي من الصيني والازاز والحاجات دي كلها. يعني زمان كان ابسط من كده ما فيش. بس لسه في طقمين كوبايات، طقمين كوبايات في المطبخ. والبوفيه بقى اللي هو الدرسوار فيه طقم الملامين وطقم الصاج وطقم والحاجات من مكنة خبيز او حاجة. في حاجات تانية كده انا بصراحة ما بصيتش عليها يعني. هنا بقى ده الازاز اللي عندي زي ما انتم شايفين كده، لقطة الشربات والكاسات والكوبايات الشاي والمية وكله. ده الحاجات اللي كانت بتيجي بسيطة جدا وكانت بتيجي حلوة جدا ولغاية الآن موجودة. يعني أنا اخواتي ما شاء الله اللي متجوزين من زمان لسه عندهم الصين بتاعهم، ولسه عندهم كوبايات، ولسه عندهم حاجات من دي يعني من الحاجات بتاعتهم. ولو ما يحبوا يجددوا بيشتروا. ف نصيحة يعني للعرايس اللي بتجهز: هاتي على قد الحاجة اللي انت هتستعمليها. لان انا بشوف الوقت ما شاء الله اللهم بارك بيجيبوا حاجات للمطبخ وبتجيب حاجات للنيش. طب انت جايبه حاجات للمطبخ وجايبه حاجات للنيش، ما هي هتستعمل الحاجات اللي في المطبخ لما تتكسر ولا تتبهدل ولا تحتاج تشتري حاجة جديدة او طلعت موضة جديدة، هتجيب وهتسيب اللي في النيش وهتسيب كمان اللي في ولسه كمان اللي هو الدرسوار بيكون برضو مليان حاجات من الازاز. انا بصراحة مش مع كل المواضيع دي، انا مع اللي هي تجيب طقم من كل نوع وتستعمله، او طقمين. هقول عروسه هتجيب طقمين وبس. وبعد كده انت عايزه بقى فلوس جهاز بنتك، لسه معاكي فلوس وعايزه تديها لها، اشتري لها بها دهب. اديلها الفلوس تعمل بقى حاجه لنفسها، تحطها في البنك باسمها، تخليها عندها لما تحب تشتري حاجه في المستقبل. انما بصراحه يا بنات بجد الحاجات اللي بتيجي تتعان في الدواليب وتتعان في الانياش والازاز وكل الحاجات دي، لا ده انا مش معاه. يعني انا مع الحاجه او اتنين بالكتير للاستهلاك او الاستعمال، وبعد كده هي تحب تجيب. كده كده كلنا كستات بنحب نجدد وبنحب التغيير وبنكون عايزين نغير كل شويه، وبنكون عايزين نجدد في الحاجات اللي طالعه ونستعمل نجيب لنفسنا حاجات من اللي طالعه جديده. انا عن نفسي بس مش عارفه احطها فين. انا اقول استعمل حاجتي اللي انا جايباها الاول. فنصيحه يعني: هات حاجه او اتنين بس، وهات لبنتك بالباقي ذهب، او عينيهم في البنك باسمها. ما تجيبيش بكل الجهاز يعني وتزنقي نفسك او تستلفي او تكون عليكي ديون علشان تجيبي جهاز كبير وخلاص. انا مش مع الحاجات دي والله، ولا بالتفكير ده خالص خالص يعني. او ان شاء الله ناوي ان شاء الله باذن الله اعمل لبنوتي كده لما اجي اجوزها باذن الله ان شاء الله. بس ده بقى اللي شفت النوش بتاعنا. تعالوا بقى ندخل على الاوضه. ما فيش اسهل من كده، تعملي ايدك كده وتعملي كده خلصت الأوضة. ايه السهولة دي؟ يا ريت الحياة بالسهولة دي. اغمض عيني وافتحها كده تلاقي كل حاجة اتظبطت. بس كده انا ظبطت الأوضة بتاعت الولاد اللي كان لسه الفرش بتاعها ما اتغيرش، لان كنت بقى بغسل الهدوم زي ما انتوا عارفين مكان السفر وبقى وانت جايبه هدوم كتير. فطول الليل بغسل وبنشر. هي فرش السراير اللي سبتها للصبح غسلتهم وغيرتهم ونضفت الاوضه زي ما انتم شايفين كده. وحضرت الشنط بتاعتي، خلاص هنبدا بقى نلم الشنط بتاعتنا علشان راجعين. فالشنط بتاعتي اي واحده هنا ولا هنا جبتهم وحطيتهم هنا كده في الاوضه علشان يكونوا قدامي بقى كل واحد ان شاء الله. خلاص دي كان اخر ايام في الاجازه بتاعتنا. يرجعوا بقى يظبطوا الشنط بتاعتهم علشان نرجع تاني لمدارسنا ولحياتنا وروتيناتنا زي ما انتوا عارفين. وده شكل الاوضه بقى بعد ما قفلتها. انا قفلتها بقى. وتعالوا ناخدكم بقى عند اختي النهارده بقى عاملين لنا ما شاء الله عليها تسلم ايديها. ده اخت صغيره بنات. بما ان احنا 5 بنات يعني، انا واخواتي البنات 5. وعندي اخ ولد وحيد الكبير بتاعنا. واخواتي ما شاء الله اللهم بارك متجوزين، كلنا متجوزين، واخواتي الكبار كمان متجوزين اولادهم وعندهم احفاد اللهم بارك يعني. وربنا يبارك لهم فيهم يا رب ويبارك لكم في اولادكم. فاختي النهارده الصغيره اللي كانت عازمانا بقى وعاملين لنا المحاشي، عاملين لنا كل انواع المحاشي: ورق عنب، كرنب، وكانت عامله فلفل، وكانت عامله بتنجان، وكانت عامله كوسه، وكانت عامله كفته وجلاش ومكرونه ورز بسمتي. كانت عامله ما شاء الله اللهم بارك حاجات كتير، وبط ولحمه وكفته وكل الحاجات اللي انتوا شايفينها الجميله دي. ما شاء الله اللهم بارك. انا رحت لها الصبح بصراحه لقيتها عامله حاجات كتير، وكانت بتلف المحشي الورق العنب والكرنب هي وسلفتها. هي هنا بتحط زيت على اللحمه كده ورشه ملح وفلفل اسمر ودخلتها الفرن تاخد لون. وكانت هنا حمرت البط. انا قلت لها بصراحه روحي اعملي لي في الفرن الغاز اسرع. هي كانت بتعمل في فرن البوتاجاز بس حسيته مش هينجز. فهي راحت كانت سلفتها بتعمل معمر وكانت بتعمل كماج. فقلت لها روحي معاه وراها في الفرن الغاز هيحمر لك الحاجات اسرع. وده المعمر بتاع سلفتها كان تحفه طبعا. بقول لها تسلم ايدك يا ام عبد الله، كان جميل.
و... ودي الحشوة. طبعا دي الحشوة بتاعتنا بنات، بنحشي البط رز وبصل، وكنا الاول بنحط معاه طماطم وشبت وليمون وبقى وملح وفلفل وشطة، وكانت عامله رز بسمتي والمحشي بتاعنا وسلطه خضراء وبألف هنا. واحلى من كده يا بنات اللمه والقعده مع اخواتك، واللمه الحلوه دي بالدنيا بحالها بجد. اللمه الحلوه لو على عيش وملح يعني القعدة الحلوة ومع اخواتك وسط اهلك دي نعمة 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 نعمة، اللهم دمها علينا نعمة يا رب. اهالينا وحبايبنا كده ان احنا نروح ونزورهم ويسألوا علينا ونودهم. طبعا انا نزلت بقى، جيت هنا كنا جايين، كانت اختي عندها كشف، وانا جيت اتفرجت على محلات الذهب. لازم، استحالة اعدي على محل الذهب وما احبش اتفرج. لازم، انا بحب اتفرج على الذهب. تقولي لي تحبي تشتريه او تلبسيه؟ إيه، لا، ما ماليش في لبس الذهب كتير يعني، ما بحبش الدهب، او انا ما عدتش بميل للذهب يعني. لكن احب اتفرج عليه جدا جدا بصراحه، احب اتفرج عليه وعلى نظامه كده. بس بحب اللي هي الحاجات الناعمه، احب من الحاجات الناعمه، الخواتم الناعمه، الانسيالات، الحاجات دي كلها. انا شفت في الفيديو حاجات حلوه قوي والله، ما خدتش بالي منها واحنا هناك.